قناتين على يوتيوب بنفس الاسم ونفس المحتوى. القناة الأولى وصلت 5,537,000 مشاهدة وشوية كسور، لكن الغريب إن القناة التانية فشلت فشل ذريع. ومن اليوم دوت وأنا قاعد بدور على السبب اللي يخلي قناة على يوتيوب تنجح وقناة تانية تفشل. أنا النهارده هاخدك في رحلة بنحاول فيها نفهم مقومات نجاح أي فيديو على يوتيوب، وكمان نحلله عشان نقدر ننتج فيديو أقوى بعده. فركز معايا وهات مشروبك المفضل ويلا بينا. 3 خطوات بس الفيديو بيدور حواليهم، ومش عايز اعمل من الموضوع بس ال3 خطوات دول انت تقدر تستخدمهم في اي حاجه في حياتك عشان تنجحها. هناخدهم خطوه بخطوه، والخطوه الاولى هي البحث والتحليل. الخطوه دي بسيطه جدا، كل اللي محتاجه فيها ورقه وقلم، كوبايه قهوه، وكام ساعه من البحث والتدوير. اكتب اي معلومه تقدر تلاقيها عن الموضوع اللي انت بتدور عليه. شوف فيديوهات واقرا مقالات، شوف تعليقات، ودور في كل حته وما تزهقش، لان الخطوه دي هي اللي هيتبني عليها كل اللي جاي. وزي ما قلت لك دي رحله انا هعيشها معاك، فانا كمان هقعد ادور وابحث لحد ما الاقي الفكره والموضوع اللي انا عايز اتكلم عنه. وبعد ما انا خلصت البحث بتاعي عن ازاي تنجح اي قناه على يوتيوب، طلعت بشويه خطوات هتلاقيني سايبهم لك في PDF تحت في الديسكريبشن. تخيل معايا انك عايز تعمل وصفة اكل حلوة جدا وتخلي الناس كلها تاكل منها وكمان تعجبهم. تفتكر هتعمل ايه؟ او ايه الخطوة الاولى اللي ممكن تاخدها؟ او انت محتاج ايه بالظبط؟ انا عايز اعمل اكله الناس كلها تاكل منها، صح؟ يبقى المفروض قبل ما اخد خطوه اني اعمل الاكله دي اني اسال الناس انتوا حابين تاكلوا ايه الحاجه اللي انتوا بتفضلوها في الاكل. وهو ده اول عنصر من الخطوات اللي انا اكتشفتها، انك تربط الجمهور بالفكره. وركز معايا، انا قلت تربط مش تدور على الفكره، لان اي فكره ناجحه تقدر تربطها بجمهورك بكل سهوله. لكن الفكره في الخطوه دي بقى انك هتختار جمهورك نفسه. انا محتاج اني قبل ما اقرر ان انا هفتح قناه اسال نفسي انا بفتح القناه دي لمين ومحتاج اقدم فيها ايه وازاي. ولنقل مثلا ان الناس اللي انا هعمل لهم الطبخه دي قالوا ان هم بيحبوا مثلا صينيه البطاطس بالفراخ، ففي اجماع من الاوضه على حبهم للطبق ده. هل انا هقرر ان انا اروح اعمل اي وصفه تانية مختلفه؟ اكيد لا. انا بدور ازاي ااكل الناس دي كلها وارضيهم ويتبسطوا. طيب انا دلوقتي اخترت الجمهور وقدرت اعرف ايه احتياج الجمهور دوت او هو عايز ايه الخطوه الجايه في طبختي بالظبط؟ اني اجمع عناصر الطبخه بتاعتي كلها. وعلشان اعمل وصفه حلوه انا محتاج ان انا اختار اجود حاجه من كل عنصر. اختار بطاطس كويسه، اختار فرخه حلوه، عصير الطماطم بتاعي يكون كويس جدا. كل دي عناصر انا محتاج اخلي كل واحده منهم ممتازه، تكون بافضل شكل ممكن علشان لما يتجمعوا يكونوا الطبخه اللي انا محتاجها بالظبط. وعناصر قناه اليوتيوب الناجحه هم 3 حاجات بس وواضحين جدا: قناه وفيديو وثامنيل وعنوان. دي مش عناصر قناة اليوتيوب الناجحة، دي عناصر أي قناة على يوتيوب. ودي الفكرة، إنك بس هتخلي كل عنصر من العناصر دي الأفضل. بالنسبة للقناة أنا محتاج أخلي القناة ديت هي زي الترابيزة اللي هنقعد نتجمع ناكل عليها. لازم تكون مناسبة جدا للجمهور اللي أنا بستهدفه، لازم يكون شكلها حلو ومنظمة كمان. وده أبسط عنصر من العناصر اللي إحنا محتاجين نشتغل عليه. كل اللي مطلوب منك إنك تحدد اسم مناسب وتحط صورة حلوة وغلاف حلو، وحاول تخلي فيه كول تو أكشن كمان زي سبسكرايب مثلا. أنا عن نفسي في الخطوة اللي فاتت حددت ان جمهوري هو الناس اللي تحت ال 25 سنه، اللي هم يعتبر وجيلي بيدور على النجاح الشخصي. فانا محتاج ان انا اقدم حاجه زي ديت ليهم الاول عشان اعرف اعرضها عليهم، وهقدمها عن طريق تجربتي معاهم. فمعنى كده اني محتاج اسمي القناه ديت باسمي الشخصي عشان يبقى نجاح شخصي ليا. فهسمي القناه حمزه سيد واحط صوره حلوه ليا وغلاف حلو، وندخل على الخطوه اللي بعدها. بس قبل ما ندخل على الخطوه اللي بعدها، انت كده قادر تحدد ازاي ممكن تعمل قناه كويس. كل اللي انت محتاجه تحدد مين جمهورك، تحدد الفئه بتاعت جمهورك، وتحدد اذا كانوا ذكور ولا اناث علشان بتفرق شويه. وبناء على كل اللي فات دوت اعمل قناتك. ندخل على العنصر الثاني وهو المهم بقى، وهنا هنستفيد شويه: الفيديو. محتوى الفيديو هو اكتر حاجه ممكن تكون لك جمهور كبير وتخلي القناه بتاعتك تنجح، وهو من اهم اضلاع نجاح اي قناه على يوتيوب، لان بديهيا الناس بتدخل على يوتيوب عشان تشوف فيديوهات. والخطوة دي بالذات هي مبنية على تحديدك لجمهورك، الخطوة اللي قعدنا نبني فيها كتير من أول الفيديو. طول ما أنت عارف مين جمهورك وحددته هتقدر تربط أي فكرة ناجحة بجمهورك ده. محتوى الفيديو هو الحاجة اللي من غيرها مش هتلاقي جمهور، مش هتلاقي فلوس، مش هتلاقي نجاح. فلازم تهتم بالخطوة دي. ولو جينا نبص للوصفة بتاعتنا فالفيديو هو عبارة عن الفرخة. مفيش صينية بطاطس بالفراخ من غير فراخ. طيب ازاي اعمل افضل فيديو ممكن؟ نجاح اي فيديو على يوتيوب
اليوتيوب هو حاجه واحده بس، الفكره. لازم تكون فكره كويسه جدا، وزي ما قلت لك تناسب الفئه اللي انت اخترتها من الجمهور ده. وعلشان تقدر توصل لحاجه زي دي فانت محتاج ترجع لاول خطوه قلناها خالص، وهي البحث والتحليل. هتبدا تمسك ورقه وقلم وتقعد تدور كتير جدا، وتفتح يوتيوب، وفي اكستنشن تقدر تسطبها على البراوزر بتاعك اسمها فيد كيو اي. الاداه دي مهمتها ان هي تحدد لك الفيديوهات اللي نجحت بشكل كبير جدا مقارنه بالقناه دي. يعني ولنفترض مثلا ان قناه عندها 1000 مشترك، الفيديو بتاعها وصل 100,000 مشاهده، معنى كده ان الفيديو ده في حاجه مميزه جدا، في حاجه مختلفه. هنا هنلاقي الفكره بتاعتنا. فمطلوب منك بكل بساطه انك تحلل الفيديو ده وتجيب قاعه، تقرا التعليقات، تشوف الثامبنيل، تشوف العنوان بتاعه، تسمع الفيديو خطوه بخطوه وتفهم ايه المختلف فيه. وبعد ما تخلص كل ده المفروض انك تكون حللت كل دوت وكتبته في الورقه اللي معاك، وبناء عليه تبدا تكتب السكريبت بتاعك. ولو عايزين فيديو عن ازاي ممكن تكتب سكريبت ناجح ممكن تقول لي تحت في التعليقات، هنجرب نتعلمها سوا. انا بالنسبه لي الاول فيديو لقيت الفكره الناجحه، قعدت حللتها وكتبت كل حاجه وكتبت السكريبت وبدات صورت المشاهد الاساسيه وصورت البي رولز، وكمان عملت شويه انيميشنز، ووصلت للنسخه النهائيه اللي انا راضي عنها في النهايه. وجينا لأهم جزء من أجزاء الفيديو ده، الثامبنيل والعنوان. عارف إيه الحاجة اللي ممكن تحفزك إنك تاكل بجد صينية الفراخ بالبطاطس اللي أنت عملتها؟ هي إنك تشد الصينية من الفرن وتبص تلاقيها محروقة من فوق، الفرخة مدهونة من فوق بالصوص بتاع الصينية واخدة وش على النار بحرمشة وشكلها يفتح النفس. وهي دي الفكرة، لو الفيديو بتاعك شكله مش هيفتح النفس أنا مش هتفرج عليه. أنت شخصيا ليه تتفرج على فيديو من الأول الثامبنيل بتاعه ما عجبكش أو ما شدش انتباهك أو العنوان ما كانش مميز؟ ما ينفعش تبقى عملت كل الشغل اللي فات ده وجيت عند الثامبنيل وعملته في نص ساعه ورفعت الفيديو. الثامبنيل هو اهم حاجه في اي فيديو على يوتيوب. لو في فيديو نجح فهو نجح عشان الثامبنيل، ولو في فيديو فشل فهو اكيد فشل عشان الثامبنيل. ركز في النقطه دي واديها وقتها وما تزهقش منها ابدا، لان دي اهم نقطه في الفيديو ده كله. فاكر الفيديو اللي انت اخترت منه فكرتك في الخطوه اللي فاتت؟ ارجع لنفس الفيديو ده تاني. معنى ان الفيديو ده نجح فان هو كان في حاجه مميزه في الثامبنيل بتاعه والعنوان. كل اللي مطلوب منك في الخطوه دي انك تدور على عده فيديوهات شبه الفيديو ده نجحت نجاح كبير جدا، تشوف الثامبنيل بتاعها وتشوف العنوان وتختار 3 افكار، كل فكره منهم في اتجاه مختلف وباسلوب مختلف وبشكل مختلف. اللون في الثامبنيل ممكن يفرق، الوضعيه، شكل وشك، الفونت، طريقه الكتابه، كل الحاجات دي بتفرق. ومفيش قاعده لحاجه زي دي، الحاجه دي بتفرق بالنسبه لجمهورك انت. ممكن يكون جمهور معين بيفضل حاجه معينه الجمهور التاني ما بيفضلهاش، فالمطلوب منك انك تحلل وتذاكر النقطه دي كويس جدا. وبس كده الفيديو دلوقتي بتاعك بقى جاهز. ايه الخطوه الجايه؟ النشر والتحليل. كل اللي مطلوب منك في الخطوه دي انك تاخد كل الداتا بتاعتك، ترفع الفيديو، تحط ال3 ثامبنيلز وال3 عناوين المختلفه، وتقفل يوتيوب ستوديو وما تفتحوش تاني الا تاني يوم. طيب ليه؟ لان اول ساعات من الفيديو دوت ممكن تجيب لك احباط شويه، ممكن تضايقك، ممكن تحسسك انك عملت مجهود كبير جدا ومش شايف النجاح ده. بس خليني اقول لك معلومه انا مش شايف ناس كتير بتتكلم عنها على يوتيوب، بس انا متاكد منها وعارفها. الفيديوهات بتاعتك قبل ما تبدا تنتشر وتوصل للناس، بالذات لو انت قناه صغيره، الفيديو بتاعك بيتراجع من فريق يوتيوب او بيتراجع من الالجوريثم بتاعته. انا مش متاكد اذا كان بيراجعوا انسان ولا خوارزميات، بس ايا كان الفيديو بتاعك بيتراجع في النهايه. وانا كده نشاط الفيديو بتاعي، واشوفكم بعد يوم عشان نشوف نتيجة الفيديو ده. طيب هو عدى كده على الفيديو حوالي تقريبا 5 ايام. انا كنت ناشر الفيديو دوت يوم 19 والنهارده يوم 24. ما فتحتش وما شفتش النتيجه بتاعته لان كان عندي مشكله في النت، فما عرفتش اشوف الفيديو ده عمل ايه اصلا. فخلينا مع بعض دلوقتي نفتح يوتيوب ستوديو ونشوف نتيجه الفيديو ده ونشوف هو عمل ايه بالظبط. هو ايه ده؟ ازاي الفيديو ده فشل؟ انا مش فاهم هو ايه اللي حصل ده. لازم افهم فيه ايه المشكله دلوقتي. احيانا انت ممكن تعمل طبخه شكلها حلو جدا وطعمها كمان اكيد حلو، لكن ممكن تقع منك بدون اي سبب. بس طالما انت قدرت تعمل الوصفه دي مره فانت قادر تعملها تاني. ولو هتقول لي ان معنى فشل الفيديو دوت هي ان الوصفه دي فاشله، فحابب اقول لك ان الفيديو اللي انت شايفه ده دلوقتي اتعمل بنفس الخطوات ونفس العناصر ونفس الوصفه. فقول لي ايه رايك في طبختي؟ تصدق حلوه؟ تصدق طلعت حلوه؟